منح الدراسة بالمجان في كندا للمغاربة، واليوم كنهضروا على واحد المنحة اللي فيها بزاف ديال الفلوس. المنحة كتوصل تقريبا ل 25,000 دولار. يا سيدي كيف ما سمعتي 25,000 دولار. قبل ما نهضر على هذه الحلقة هذه واللي فيها معلومات تساوي أكثر من 20,000 دولار، فما فيها بأس أنه تهبط دير واحد السبسكرايب، لأنه أول حاجة غيوصلوك فيديوهات وعلى معلومات اللي عندهم علاقة بالدراسة في الخارج والمنح اللي أكيد كيهموك واللي باغي تستافد منهم، وبطبيعة الحال غادي تعاوني باش أني نكمل في هادشي اللي غندير. فهبط لتحت ودير واحد السبسكرايب وخلي التعليق ديالك، سواء كان سؤال او الا بغيتي تشارك معنا حتى انت شي معلومه، او الا بغيتي تستافد من شي حاجه، او الا عندك اي اقتراح فمرحبا به. 3 ديال الثواني. هبط دابا دير واحد سبسكرايب. 1 2 3. هادشي اللي كاين. الا درتي سبسكرايب فاكيد غادي يوصلوك معلومات جداد ان شاء الله اللي غادي يعاونوك، وان شاء الله علاش لا تحقق الحلم ديالك، وعلاش لا يكون الفيديوهات اللي كندير هما السبب باش لقيتي المنحه اللي صالحه لك. بالتوفيق والنجاح. فكيف ما كنعرفوا فالدراسه في كندا هي الحلم اللي عند بزاف ديال الناس، خاصه ان الدراسه في كندا فهي الجوده ديال الدبلومات ديالها عاليه وكبيره بزاف، يعني انه الا تحت لك فرصه انه تقرا في كندا اولا، وثانيا انه تكون عندك واحد الفرصه باش انه تاخذ منحه، يعني ما تخلصش شي حاجه، ما تضيعش هذه الفرصه. وهذا الشيء بالضبط اللي جيت نهضر عليه، لانه المنحه ديال اليوم راها very generous، يعني انها كريمه بزاف. 25,000 دولار باش تغطي كافه المصاريف ديال الدراسه وحتى المعيشه، علاش لا. اول حاجه خاصنا نعرفوها هو انه المنحه ديال اليوم فمقدمه من الدوله ديال كندا، وبالضبط من الولايه ديال كيبيك، يعني انه الجهه ديال كيبيك في الدوله ديال كندا هي اللي كتقدم هذه المنحه ديال التفوق اولا المنحه ديال الاكسلونس. يعني انه انت الى واحد طالب متفوق والحلم ديالك انه تكمل الدراسه ديالك في الجهه ديال كيبيك، فهذه المنحه هذه مزيانه ليك، ولكن خاصنا نعرفوا بطبيعه الحال شنو المستوى اللي صالح لهذه المنحه هذه. فالمنحه اللي غنهضر عليها اليوم هي بالنسبه للناس اللي حصلوا على الشهاده ديال الماستر او قريب غادي يساليو الماستر ديالهم، والحلم ديالهم هو انه يكملوا الدكتوراه في بلد خارج المغرب، يعني انهم باغيين يديروا الدكتوراه ولكن كيفضلوا انهم يديروا الدكتوراه ديالهم ولا الدراسات ديال الدكتوراه ديالهم خارج المغرب، بالضبط في كندا، باش ياخذوا ويستافدوا من هذه المنحه هذه. ايضا هذه المنحه هذه فكتعطى الطلبه اللي كيديروا الدراسات ما بعد الدكتوراه اولا اللي كيتسمى بالبوست دكتورال ستاديز، يعني انه ناس اللي سالاو اولا قراب غادي يساليو الدراسات ديال الدكتوراه ديالهم وباغيين يكملوا في ذاك البحث ديالهم فيما يعرف بالبوست دكتورال ستاديز، فكاينه منحه اللي كتهم هذا المجال هذا. ايضا الناس اللي عاد عندهم البكالوريا ولا عندهم الاجازه، راني ما نسيتكمش، جايين حلقات اللي غنهضروا فيهم على منح الدراسه في كندا ودول واحده اخرى من بعد الاجازه ومن بعد البكالوريا. ولكن في الحلقه ديال اليوم فاحنا مهتمين بالناس اللي كيقراو الماستر او لا خداو الماستر ديالهم وباغيين يديروا الدكتوراه وغيستافدوا من هذه المنحه اللي هي منحه واعره بزاف. بطبيعه الحال نتوما واعرين خديتوا الماستر، خاصكم منحه واعره ضروري. اذا الشروط ديال هذه المنحه هذه فهما واضحين. هو انه اول حاجه خاصك تكون تقبلتي باش انه دير الدكتوراه ديالك او الرساله ديال الدكتوراه ديالك في وحده من الجامعات اللي كاينين في الولايه ديال كيبيك، يعني انه انت غير غادي تدفع لواحد الجامعه في كيبيك، غادي يعطيوك القبول ومن بعد المصاريف وشكون اللي غادي يتكلف لك بالمنحه ديالك، فهنا كتجي هذه المنحه هذه. اذا اول حاجه هو انه تكون تقبلتي ولا الشرط ديال انه الرساله ديال الدكتوراه ديالك تقبلات، ومن بعد غادي تشوف كيفاش غادي تخلص المصاريف ديال الدراسه، فهنا كتجي هذه المنحه هذه. وهاد حاجه مزيان انني نشير لها هو انه هذه المنحه هذه كتقول لك حنا ما همناش في الشروط ديال انه واش تقبلتي في الجامعه ولا لا، يعني انه انت ديك الشيء بينك وبين الجامعه، يعني انه غتدفع الجامعه وهذه الجامعه هذه الى قبلتك فانت صافي، اذا ممكن انه تدفع لهذه المنحه هذه. فاللي كيهمهم هو انه تدفع لواحد الجامعه في الكيبيك وتقبلك هذه الجامعه هذه، ومن بعد ممكن تستافد من هذه المنحه هذه، يعني انه سهله الامور بينك وبين الجامعه. المنحه فقط كتقدم لها الطلب بهذاك القبول اللي تعطاك من ذاك الجامعه. كنظن الفكره راها واضحه. وحيت انت كتفرج فيا والمهمه ديالي هو انه نعطيك كافه المعلومات، فغادي تلقى في صندوق الوصف لتحت المعلومات اللي كاينه على الجامعات اللي كاينين في الولايه ديال كيبيك، يعني انه غنزيد نسهل عليك الماموريه، فقط انه غادي تدخل غتشوف الروابط ديال الجامعات. بطبيعه الحال ما غاديش نهضر لك على الجامعات كاملين وما غاديش تلقى الجامعات كاملين، غادي تلقى بزاف ديال الجامعات على الروابط ديال الجامعات اللي كاينين في كيبيك، فدخل وشوف الجامعه اللي فيها التخصص اللي انت باغي تكمل فيها الدراسه ديال الدكتوراه ديالك او الجامعه اللي انت مهتم بها، وبدا البروسيس ديال انه تقدم لهذه الجامعه هذه باش انه من بعد ما تاخذ القبول من الجامعه تدفع لهذه المنحه هذه. سهله مالها. دابا اننا كنهضروا على الشروط ديال القبول، من بين الشروط هو انه تكون اكثر من 18 سنه، ما كنظنش ان شي واحد غيدير الدكتوراه وعنده اقل من 18 سنه، ولكن هادو من بين الشروط. وايضا انه ما تكونش عندك الجنسيه الكنديه اولا ما تكونش في كندا في الوقت اللي غادي تدفع لهذه المنحه هذه، يعني الاهتمام ديالهم هما الانترناشونال ستودنتس اولا الطلبه الاجانب، يعني انه ما تكونش في كندا وتبغي تكمل بهذه المنحه هذه، ما يمكنش تكون برا كندا، وتكون بطبيعه الحال من الدول اللي منخرطين ولا اللي ممكن انهم يتقبلوا
فهاد المنحه هذه المغرب راه مقبوله ما تخافش، لانه بالنسبه لفرنسا فهي ما مقبولاش في هذه المنحه هذه. المهم معلومه ما غتفيدناش، ولكن اللي مهم هو انه المغرب ولا الطلبه اللي جايين من المغرب فمقبولين في هذه المنحه هذه. اذا توكل على الله وبدا الدفع. من بين الشروط ايضا انهم كيقولوا ان الاولويه غتعطى للطلبه اللي ما عمرهم استافدوا من وحده من المنح اللي كتعطى للدوله ولا من الدوله ديال كندا واللي من الولايه ديال كيبيك. يعني انه الا استفتي من قبل من واحد المنحه فالحظوظ ديالك كتكون اقل الا لم تكن منعدمه. يعني انه غالبا كيفضلوا الطلبه اللي ما عمرهم استافدوا من وحده من المنح اللي كاينين في كندا. وطبيعه الحال بين الشروط واحد الحاجه اللي ماشي ضروري كيهضروا عليها ولكن اللي هي باينه، هو انه يكون واحد شويه ديال التفوق. يعني انه تكون انت من الناس اللي حاصلين على واحد الشهادات اللي كيبينوا ان انت واحد طالب متفوق، او لا الرولفي نوت ديالك فيه واحد النقاط اللي هما مزيانين بزاف واللي غايبينوا انه انت تبارك الله عليك ناضي كندي. كندا مع كندي. المهم ديما غنبقى نقول هذا الشيء هذا لانه خاصك تكون بصح ناضي كندي باش تقرا في كندا. باش تقرا في كندا بمنحه، ماشي غير باش تقرا وصافي. اما الا غتخلص من عندك هذيك هضره واحده اخرى. شنو مطلوب منك؟ يعني شنو هما الاوراق اللي غادي يكونوا مطلوب منك؟ وهكا بغيتك تخيل معايا انه غادي نطيب واحد الوجبه، والوجبه ديالنا اللذيذه في هذه الحاله هذه هي سكولرشيب ولا المنحه اللي غادي تقبل فيها. فالمقادير ديال هذه الوصفه هذه هما كالتالي. الوصفه ديالنا كتبدا ب 2 letters of recommendation يكونوا طريين. المهم 2 letters of recommendation يكونوا جداد، يعني انه جوج ديال الناس بطبيعه الحال الاساتذه ديالك اللي قراوك او الناس اللي شاركوا معك في واحد البحث الى غير ذلك، انهم يهضروا على المميزات ديالك الاكاديميه، على كيفاش انت كتخدم، يعني انهم يشكروا فيك، ولا بطريقه اخرى يهضروا على الكواليتيز اللي فيك ولا الحوايج المزيانين اللي فيك. كيف ما كنقول ديما فحاول دائما تخلي علاقه زوينه مع الاساتذه ديالك، لانهم كتحتاجهم في بحال هذه المناسبات السعيده انهم يعطيوك واحد ريكومنديشن ليترز، لانهم غالبا كيكونوا مطلوبين ولا دائما كيكونوا مطلوبين في منح. اذا غنحتاجوا 2 letters of recommendation letters، لا جوج ديال الرسائل ديال التزكيه يكونوا طريين. سيداتي وسادتي تخيلت راسي الشيف موحى في هذه اللقطه هذه، ولكن غنحتاجوهم في الوصفه ديالنا لانهم مكون اساسي ولا ما غتنجح لناش هذه الوصفه هذه. المقادير ديالنا مازال مستمرين فيهم، وغنحتاجوا سيداتي وسادتي واحد الكافر ديال الباسبورت ديالك. بطبيعه الحال الباسبورت اللي الصلاحيه ديالو مازال ما تسالتش، يعني حتى هو يكون مازال طري. فغنحتاجوا الصفحه الاولى ديال الباسبورت ديالك انه تكون بطبيعه الحال سكان باش انه تبين كاع المعلومات ديالك. غنحتاجوا لواحد الرشه ديال البيرث سيرتيفيكيت. اوكي غنحبس. غنحتاجوا البيرث سيرتيفيكيت او لا الشهاده ديال الازدياد باش بطبيعه الحال تبين فوقاش خلقيتي، المعلومات ديالك بحال المدينه الى غير ذلك، فحتى هذا مكون اساسي. وبطبيعه الحال غنحتاجوا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف واللي بزاف الناس كيخافوا منها. هذا المكون هذا شي شويه صعيب، وهو المكون ديال الترانسكريبت ديالك او لا الغولفي نوت او لا البيان ديال النقاط ديالك ولا مستخرج النقاط لما كيتسمى بالعربيه. المهم الحاجه اللي كتبين النقاط اللي تحصلتي عليها طيله السنوات ديالك الدراسات الجامعيه، وخاصه بطبيعه الحال في السنوات ديال الماستر، باش يشوفوك انت واش ناضي كناضي ولا ماشي ناضي كناضي. المهم رد البال. بطبيعه الحال واحد المكون واحد اخر اللي هو مهم واللي اكيد عارف انهم غيطلبوه بطبيعه الحال هما الشواهد ديالك اللي حصلتي عليهم، وخاصه الشهاده ديال الاجازه والشهاده ديال الماستر. فهاد الشواهد هادو حتى هما مهمين، فغديرهم بطبيعه الحال واحد السكان وغادي تزيدهم في هاد الابليكيشن ديالك. دابا جينا لواحد المكون اللي حتى هو كيطلبوه واللي حتى هو كيزيد واحد البنه وواحد المذاق زوين، وبطبيعه الحال اللي كيكثر من الحظوظ ديالك باش انه تقبل، وهو اي شهاده كتبين التفوق ديالك. يعني شي شهاده ديال التفوق، شي شهاده ديال الاكسلنس، انه خديتي مثلا واحد الجائزه في واحد الليفل معين، ان الجامعه اعترفت بك انك انت واحد طالب متميز الى غير ذلك. الا عندك اي حاجه كتبين هذا الشيء هذا، فإلا زدتي واحد الرشه منه بحال هكا على الابليكيشن ديالك فغادي تكون وصفه لذيذه جدا وغادي تكثر من الحظوظ ديالك باش انه غادي تقبل، خاصه انهم هما طالبين هذا الشيء. بطبيعه الحال باش غادي تقرا في هذه الجامعه فغادي تقرا في هذه الجامعات هذو ولا غدير البحث ديالك باللغه الانجليزيه. داك الشيء علاش غادي يطلبوا منك باش انه تبين لهم انه انت عندك المستوى ديال اللغه الانجليزيه. وهنا كنهضروا على واحد المكون اللي غنزيدوه في الوصفه ديالنا واللي هو الشهاده ديال اللغه، واللي تقدر تكون توفل او لا الايلتس اللي دوزتيها مؤخرا واللي فيه واحد السكور اللي هو محترم. واحد المكون اخر وحتى هو مهم نوعا ما، ولكن كيبقى على حساب شمن نوع المنحه اللي غادي تقدم له، ولكن هو الغولفي من البنكه اللي كيبين انه فيه واحد القدر معين، يعني انه في حاله ما اذا احتاجيتي تصرف على راسك في واحد الحاله معينه، مثلا اذا بغيتي كان شي ايمرجنسي الى غير ذلك، او المنحه ما كفاتش فيكون يعني هذا القدر ديال الفلوس كاين في البنكه. وبطبيعه الحال دايرين انه يكون كيتراوح ما بين 3 المليون و15 المليون ديال السنتيم مغربيه، يعني 3015,000 دولار كندي تقريبا حسبته ب 10 دراهم، ولكن نوعا ما هادشي اللي دايرين في الابليكيشن كيف ما غتشوفوا. فبطبيعه الحال ماشي كافه المنح غادي يكون مطلوب منك انه تبين هادشي هذا، ولكن في بعض المنح اللي مديورين في هذا البيج هذه فغيكون مطلوب انه تبينوا، فما فيها باس انه تبين انك قادر
انه تصرف على راسك في حاله ما اذا المنحه ما كفاتش الى غير ذلك من الظروف اللي ممكن انهم يكونوا عندك. اذا هاد المكونات هادو فغيخليو ان الوصفه ديالك تطلع ناضيه وزوينه بزاف. طبيعه الحال الوصفه اللي كانت من عند الشيف يحيى، واللي كيفاش ممكن انه تحصل على منحه باش تقرا الدكتوراه ديالك بزيرو درهم. شنو هما الحوايج اللي غادي يخليو ان الابليكيشن ديالك او التقديم ديالك ما يتقبلش؟ اذا اول حاجه واللي كيهضروا عليها في هذا الموقع هذا هو انه الا قدمتي اكثر من طلب واحد، يعني بغيتي دير فيها شي شويه مريقل، فغالبا ولا 100% فكيتم الرفض ديال الابليكيشن ديالك. يعني انه غتدفع ابليكيشن وحده عطي فيها المعلومات كاملين، عطيها الوقت ديالها وما تدفعش اكثر من مره واحده، لانه الا دفعتي جوج ديال الابليكيشنز 3 الى غير ذلك فكتكون ريجكشن، يعني انه كيقبلوا ولا كيرفضوا الطلب ديالك نهائيا. وغالبا كنظن انه كتبقى في السيستم انه مره اخرى اذا بغيتي تعاود تدفع ما غاديش يمكن لك تعاود تدفع لانه درتي هذا الغلط هذا. فالواحد يخدم شي شويه عقله، يدفع غير مره واحده وبلا ما يدير مريقل، لانه غالبا كتسالي بندامه. المهم راك عارف. وطبيعه الحال ثاني حاجه واللي تقدر تضر الابليكيشن ديالك يعني انها ترفض، هو انه المعلومات كامله اللي غادي تعطيهم فتاكد 100% انه معلومات صحاح. يعني ما تنفخش شي حاجه الا ما خاصهاش تنفخ، ما تنفخش في النقاط ديالك، او لما تجيبش شي شهاده ديال التمييز الا بصح ما حصلتيش عليها، لانهم عندهم الطرق ديالهم كيفاش ممكن انهم يتاكدوا من اي وحده من المعلومات اللي قدمتيهم. داكشي علاش حاول انه تعطي المعلومات كيف ما هما، ما تزيد ما تنقص، وان شاء الله الا واثق في راسك انه غادي تقبل راك غادي تقبل بلا ما تحتاج تكذب وداكشي وتزيد من عندك الى غير ذلك. بالنسبه للريكومنديشن ليترز فغالبا يقدر يكون اتصال مع الناس اللي عطاو هذا الريكومنديشن، يعني انه يقدر يصيفط لهم ايميل او يمكن يكون اتصال ما كنظنش، ولكن اللي مهم هو انه كيكون واحد الربط مع الناس اللي عطاوك هذوك الريكومنديشن ليترز، يعني انهم يقدروا يسولوهم على المعلومات اللي تعطاو في هذا الريكومنديشن ليتر، يعني انه تاكد ان الناس اللي اختاريتيهم فاكيد غيهضروا عليك وغادي يهضروا عليك بصدق وغادي يعطيو معلومات اللي هي صحيحه. هادشي اللي كاين في الحلقه ديال اليوم. شكرا لك بزاف على المتابعه. كيف ما قلت فاهم حاجه هو انه تقرا المعلومات كاملين وشنو مطلوب منك، فانا نخلي لك كافه المعلومات في صندوق الوصف، ومادام هبطتي لصندوق الوصف خلي لي واحد سبسكرايب باش يوصلوك معلومات بحال هادو. بطبيعه الحال دعمني باش انني نكمل، خلي التعليق الزوين ديالك وقول لي الراي ديالك في فيديوهات بحال هادو، ولا عندك اي اقتراح او لا سؤال ان شاء الله غنشوفك في الحلقه الجايه اللي فيها معلومات جداد اللي غادي يعاونوك. انا اللي عليا نجيب لك المعلومه وانت اللي عليك تقدم، وان شاء الله اكيد غادي يجيب الله شي منحه اللي زوينه بزاف وتحقق الحلم ديالك وتمشي تقرا انت على برا وتجيب لنا واحد الدبلوم ناضي كناضي هذه المره ما فيها باس. هادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف، نشوفكم في الحلقه الجايه. الله يعاون وبالتوفيق. سلامه.